عطارة عجوزة قالت لي خديهم بجنيه، وده انت لسه بدري على اللي انت فيه ده، واخلطيهم ببعض وعينك ما تشوف الا النور. انا عارفة ان انت بتشوفيني ونفسك توصلي للنتيجة اللي هنوصل لها النهاردة. انا مش هوعدك بحاجة ولا هقولك هتشوفي او مش هتشوفي، انا هسيبك انت اللي تشوفي بعينيكي. يلا هاتي الثلاث مكونات دول، ما هتروحي لاي عطار هتقولوا له على الثلاث مكونات دول، ما هيدوهم لك بجنيه واحد بس، ولو انت عاوزه يكفيك لمده اسبوع هتاخديهم ب5 جنيه. اظن ما فيش ارخص ولا اسهل ولا اوفر من كده. وانسي بقى علاج وادويه ولف على دكاتره، وانسي كل الكلام ده، وتعالي بس في اقل من 5 دقايق وهتشوفي النتيجه. بس اتمنى ان الفيديو ده بقى لو عجبكم ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوه، وكمان بقى يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفه وطبخه مع لولا. مكونات النهارده بسيطه، مكونات النهارده منقذه، ملهاش اي اضرار خالص. ما تقلقيش، خايفه على معدتك ما تقلقيش، ما فيهاش مشكله. خايفه ان انت تاخدي حاجه على الريق، مش هتكون على الريق خالص. نفسك توصلي للي كنت بتحلمي بيه، والله بفضل الله هتوصلي له. بس اهم حاجه ان انت تسمعي الوصفه صح عشان تطبقيها صح. والاهم من ده كله ان انت لازم يكون عندك اراده، ولازم تصري وتستخدمي الوصفه دي باستمرار. يعني انا مش هقولك هتستخدميها العمر كله، بس على الاقل وصل 10 ايام متواصل تاخدي الوصفه دي. مكوناتها بسيطة حبايبي اللي بيسمعوني من الجزائر ومن المغرب ومن الأردن ومن العراق. المكونات دي كلها موجودة عندكم مع اختلاف الأسماء. كل اللي أنا هعمله إن أنا هسلط الكاميرا على كل مكون معايا، وده علشان انتوا حتى لو الاسم مختلف عندي، لأن طبعا أنا مش عارفة بكل اللغات، لو الاسم مختلف عندي بس أكيد إن شاء الله وبفضل الله هيكون متوفر عندكم باسم تاني. فأول مكون معايا وهو المكون ده يا جماعة، وده بيكون فلفل اسود حصى، وده بيكون شكله. اوعي تفتكروا ان احنا هناخد الكميه دي كلها، لا، انا هاخد منه بس 5 حبات بالعدد منه. تاني مكون معايا وهو السمسم. هتقولي لي سمسم، هقولك اسمعيني للاخر وانتي تشوفي النتيجه. ده انا اللي سايباكي انت اللي تحكمي، وانت اللي تكتبي لي في التعليقات على اللي حصل لك واللي شفتيه، مش بقولك عينك ما تشوف الا النور. وتالت مكون معايا وهو الكركديه او بيقولوا عليه عناب، بس هو خدي بالك من حاجه، اوعي تجيبيه اللي هو الباكت، لان الباكت ده بيكون منضاف لمكونات تانية مش تبعنا خالص ومش هتنفعنا. لا، انت جيبيه اللي هو بالشكل ده اللي هو الحصى. على فكره هو ما بيكونش غالي، وبعدين ده انت عاوزه ايه، حبتين 2 مش اكتر من كده. بصوا بقى، اي كوبايه تكون موجوده عندك، كوبايه الشاي العاديه خالص، تمام كده تمام. زي ما اتفقنا انا محتاجه 5 حبات بس من الفلفل الاسود، محتاجه معلقه صغيره مليانه كده من السمسم. انا عارفه وان الكل مستغرب من السمسم، بس انت لو عرفتي السمسم هيعمل ايه مش هتستغربي خالص. وتالت مكون معايا وهو الكركديه، بنحتاج منه حبتين 2 بس. زي ما اتفقنا اوعي تستخدمي اللي هو الباكت، لان الباكت ده مش هيجيب معاكي اي نتيجه خالص. لازم نستخدم اللي هو العادي ده اللي بيجي من عند العطار. كل اللي عليكي ان انت بس توفري ال3 مكونات دول، وان شاء الله هتشوفي نتيجه مذهله فعلا. والاهم من ده كله بقى هو شرب الميه. يا جماعه احنا عندنا فرصه حلوه جدا في الشتاء ان احنا يعني بصوا ننزل مش نزيد، بس اهم حاجه هو شرب الميه. للاسف احنا بنعدي الشتاء ده كله، انا اعرف ناس بتقضي اليوم كله من غير ما تفكر ان هي تشرب. طب ازاي؟ احنا كده بنضر نفسنا قوي قوي قوي. فلازم نشرب الميه ده، بصوا نشرب كميات وكميات كبيره. يعني قبل ما ناخد المشروب ده على الاقل نكون شربنا 3 كوبايات بالظبط. وبعد كده بقى هبدا ان انا انزل بميه تكون مغليه على المشروب بتاعي. واول ما بنزل على طول لازم اغطي، بكون محضره طبق يكون معايا كده واغطي بيه زي ما انتم شايفين كده، واسيبه متغطي كده لمده ما تقلش ابدا عن 5 دقايق كاملين. ليه بقى؟ لان انا عاوزه كل المكونات تمتزج مع بعضها كويس جدا. وبعد بقى ما بيفوت ال5 دقايق ببدأ ان انا ارفع الغطا وادي تقليبه وناخد المشروب بتاعنا. يفضل كمان ان احنا ما نصفيش المشروب بتاعنا غير من حبات الكركديه بس، ولكن لو احنا قدرنا ان احنا ناخده كده كامل مكمل فهيكون افضل وافضل، والنتيجه هتكون مضمونه بفضل الله وحده. المهم هناخد المشروب بتاعنا ده امتى؟ هناخد المشروب ده بعد وجبه الغداء. مهم جدا ان احنا ناخد المشروب ده بعد وجبه الغداء، ويكون قبل الغداء نكون اخدنا 3 كوبايات
ميه، وبعدين بدأنا بعدها بربع ساعة وجبة الغداء، وبعدين ناخد المشروب ده. تستمر عليه لمدة ما تقلش عن 10 ايام، هتاخدي نتيجة فوق الممتازة. بيعلي الحرق جدا، بيمنع امتصاص الدهون. الاهم من ده كله بقى ان هو اكبر وصفة ممكن تكسر معاكي الدهون اللي هي بقالها سنين طويلة، الدهون اللي تحول لونها من الابيض للون الاسود كمان. جربي الوصفة، هتفرق في حياتك كتير جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.